ده فلوج جديد من يومي والحاجات اللي أنا بعملها على مدار اليوم، ولكن مش ده المهم. الأهم اللي أنا عايز أكلمك فيه هو نقطة أهم من كده وهو أنت. وأتمنى إنك أنت تكمل الفيديو ده للآخر. المشكلة مش في ظروفك، المشكلة في حاجتين ملهمش تالت. أولا الكسل، وده شيء كان بيستعيذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازم تبقى عارف إن ده ابتلاء وهيجيلك، ولازم تكون أنت قده وتجاهد نفسك إنك تخرج منه. وتاني حاجة هي طريقة تفكيرك، ودي اللي منها أنت هتقدر تدير أمور حياتك. وعلى فكرة الحلول موجودة، بس قبل ما أقولك الحل لكل حاجة لازم أقولك إن أنا عديت زي ما أنت هتعدي بالظبط، ومريت بوقت صعب جدا عشان أوصل للشكل ده من يومي. وكل واحد بينجح في أي شيء في حياته أنت ما بتشوفش الجزء من المتاعب والمطبات اللي بيعدي بيها، واللي بيظهر لك بس هي الصورة النهائية اللي أنت بتشوفها. ولكن خلينا نرجع للحلول، والبداية هتكون من خلال إنك تعيد ترتيب تفكيرك. والموضوع مش محتاج منك غير ورقة وقلم وساعة بس من وقتك. بدل ما تقعد تسكرول على الموبايل هتكتب يومك كله وشوف الوقت الفاضي قد إيه. حتى الخطوات البسيطة اللي ممكن تعملها دي هتلاقي فيها جزء من الكسل، والكسل هو حله إنك أنت تبدأ وما تقعدش مكانك. حتى لو وقعت حاول، عشان ما قدامكش غير المحاولة. ولو اجتهدت فعلا على نفسك وبقيت على التراك وعايز إنك أنت تستمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول: خير الأعمال أدومها وإن قل. Crack Coach.